لو كنتم أصحاب بتعاتبوا والعتاب دايما بيجي بين الأصحاب، محدش سأل هما ليه قالوا الأصحاب، يعني ما قالوش ليه في المطلق اتعاتبوا وخلاص، لأن بمنتهى البساطة ما ينفعش العتاب بين الأغراب، لازم يبقى بين الأحباب، لأن العتاب غير الملامة، اللوم شيء والعتاب شيء، وده هقولهولك في الفيديو. فلو في اتنين أصحاب والعلاقة بينهم قوية وباقيين على بعض، أنصحهم بالعتاب، والعتاب حل سليم 100%. 100% إيه؟ أنت عايز كل اتنين متخانقين ولا زعلانين يقعدوا قدام بعض ويفتحوا في الدفاتر القديمة ويشلشقوا لبعض وتقلب بخناقة؟ أقول له تمام يا صديقي، معاك حق، ده بيحصل أحيانا، بس ما بيحصلش بين الناس اللي بينهم علاقات قوية، الأصحاب يعني. أصل خلي بالك إن العتاب هو أول خيط لحل مشكلة الخصام، إننا نقعد ونشرح لبعضينا ونتكلم ونشوف فين هي أسباب الخصام علشان ما تحصلش تاني، مش إن إحنا نقعد مع بعضينا وكلمتين نطيب بيهم الخاطر وتقوم تبوس راسي وشكرا للكلام، وفي الحالة دي عادة بيرجعوا يتخاصموا تاني وبيبقى خصام طويل الأمد أو قطيعة للأبد. ما هو أصل العتاب بيمهد لحالة الصلح، لأن حتى لو طلعنا من العتاب من غير ما نعرف مين اللي عنده الغلط، على الأقل عرفنا فين الغلط، وده في حد ذاته شيء جميل. إنك لو شايف إن أنت مش غلطان أو المشكلة ما حصلتش بسببك، ولو حتى ده حقيقي أو عن قناعة وإيمان منك بكده أو حتى كبر، فعلى الأقل لما يحصل نفس الموقف ده تاني هتتحاشى إن أنت تعمل نفس ردود الأفعال أو الأفعال اللي أدت لنفس المشكلة. وده بقى عكس جبر الخواطر والكلام المعسول، هترجع ريما لعادتها القديمة وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، لأنك في النهاية ما قدرتش توصل لإيه هو سبب المشكلة، فإزاي هتحلها؟ فبالتالي هتحصل تاني نفس المشكلة، لأن حل أي مشكلة هو الاعتراف الأول بالمشكلة، علشان نقعد بعد كده نجيب أطرافها ونشوف إيه الأسباب، وبعد كده نبتدي نحل في المشكلة. إيه بقى اللي بيوصلنا لكده؟ اسمه النقاش، والنقاش اللي بيحصل بين اتنين متخانقين بعد المشكلة يبقى اسمه إيه؟ جدع، اسمه العتاب. أصل لما بنتعاتب بيبقى فيه جزء كده تحس إن هو إشفاء الغليل للأطراف المتشابكة في المشكلة، فبالتالي كل واحد وهو طالع من العتاب بيبقى حاسس ان هو خد جزء من حقه. مش بقول لك العتاب هو اول خطوه لحل المشكله، اصل لما تفقد الرغبه في العتاب اي فقدت الرغبه في مناقشه المشكله مع اللي قدامك، فبالتبعيه انت فقدت الرغبه في حل المشكله، فبالتبعيه انت فقدت الرغبه في وجود الاخر قريب ليك، يعني بمعنى اصح بيقل معزته في قلبك. بس خلي بالك، العتاب ليه اصول وشروط، عشان ما يقلبش بخناق ونبقى عملنا زي اللي جه كحل عماها او اللي زود الطينه بله. انا مش فاهم ايه حكايه الامثال. المهم نرجع لموضوعنا. اول حاجه نعملها في العتاب ان لما يحصل مشكله ما ينفعش وقت الصدام نتعاتب، وكمان لما نتعاتب نبقى جايين وعندنا استعداد ان احنا نسمع بعض، مش كل واحد عايز يتكلم وخلاص ورامي ودانه في البيت، وكمان نبقى جايين مستعدين ان احنا احتمال كبير نسمع كلام مش هيعجبنا، زي ما احنا كمان هنقول كلام مش هيعجب اللي قدام. بس خلي بالك، اهم حاجه في العتاب اهم من كل اللي قلناه ده ان يبقى فيه المحبه والرغبه في الاحتواء والاستمرار، يعني نبقى جايين نواجه علشان نحل، علشان نرجع لبعضنا، مش عشان نطلع من القعده كل واحد كسبان واخد حقه من التاني، زي ما احيانا الشيطان بيلعب في دماغ بعض الناس. وهنا بقى ده اسمه اللوم، وهي دي الجزئيه اللي فيها الفرق بين العتاب واللوم، لان اللوم مختلف كليا وجزئيا. اللوم ان كل الاطراف بيبقوا جايين عايزين يرموا على بعض الاتهامات بغض النظر عن مشاعر اللي قدامي، ولا حتى في شعور داخلي بالعوده، يعني بايعين القضيه. لكن نسمع ان فلان وفلان قعدوا يرموا على بعض اللوم كأن هما بيرموا على بعض الاتهامات مثلا. علشان كده داايما كلمة عتاب يصاحبها كلمة ايه؟ الأحبة والأحباب. يقول لك عاتب من تحب، عتاب الأحباب. ربنا يصلح حالي وحالكم. خلاصة القول، لما يبقى في حد في حياتكم بتحبوه، بلاش لما يحصل بينكم مشكلة تقعدوا قاعدة بتاعت الكلمتين ومبتسمين وانتم من جواكم شايلين. لا، اقعدوا أول بأول ودايما تبقوا مصفيين، وتقعدوا تبقوا متعاتبين باحترام وتحافظوا على مشاعر بعض، والهدف في الأول وفي الآخر إن احنا نفضل مكملين مع بعض. سلام عليكم، مسا العافية.